بعد كده سافر البارون هو وعبده إلى الدولة الأمريكية، وراح لواحد اسمه مستر كريس. قال البارون هلو مستر كريس، ورد كريس ويلكم مستر البارون، ويلكم sit down بليز. قال البارون مستر كريس عايزينك في موضوع مهم. ورد كريس اوكي طلباتك. ورد البارون من نوع سلاح سألت عليه، وقالوا له مش هلاقيه غير عندك انت، احنا عايزين السلاح ده. ورد كريس مقدما عايزين 10 مليون دولار يضافوا إلى حسابي في البنوك الأمريكية. حضر المبلغ اللي انتوا عايزينه هتلاقوه. ورد البارون اوكي يا بروف، اهم حاجة بس السلاح يكون موجود عشان في ناس عزيزة على قلب الله. ورد كريس الأول تاخدوا واجبكم، بعد كده تاخدوا بضاعتكم وتسافروا بين مطرح ما انتوا عايزين. تاخدوا واجبكم الأول عشان تقول الأمريكان ما بيفهموش في الواجب. بعد كده أصدر الرئيس المصري خطابا قائلا مصر مصر وبقوة الله، وثانيا بشعبها، ستظل مصر دولة قوية مهما عملوا فيها أعدائها لم يقدروا عليها. بعد كده أمر الرئيس بشد الحدود بين ليبيا وبين فلسطين وإسرائيل بسبب دخول كمية كبيرة من السلاح، يعني بسبب كمية كتيرة من السلاح تدخل البلد لتدمير مصر. هذه كانت معلومة سرية. بعد كده قال البارون اسمع، هيتم دخول السلاح الحدود المصرية إسرائيل. رد عبده طيب احنا أهم حاجة دلوقتي نطلعوا من الدول الأوروبية. رد البارون متقلقش، كل دولة لنا حبيبنا فيها، يعني نطلع بسهولة وربنا يسهل إن شاء الله.